السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل البانيه بس بطريقتين للغلاف. كان في بنوتة طلبت مني قالت لي انتي ما بتعمليش بانيه ليه؟ كل القنوات عاملين بانيه، فانا هعمل النهارده البانيه عشان تشوف الطريقة بتاعتي ان شاء الله. اول حاجة كده انا معايا بصلتين، انا بغسلها كده وبقشرها، بس بسيب العنق بتاعها اللي فوق ده عشان اعرف امسكها منه في الاخر لما تيجي اخر البصله. وبعد ما بغسلها بحطها في الفريزر شويه عشان ما تتعبليش عينيا وانا ببشرها. هبشرها كده كويس. دي اول بصله ودي كمان تاني بصله هبشرها. وبعد كده بعد ما خلاص بشرت البصلتين، انا هضيف بقى عليها التوابل. انا ما بحطش توابل كتير، حاجه بسيطه خالص عشان يبقى احس بطعم اللحم بتاع الفراخ. انا مش عايزه ازود توابل كتير عشان برضو بتبقى غلط. اول حاجه هنا انا حطيت ملح وكمان فلفل اسمر، وكمان حبه خل كده صغيرين وحبه زيت. لازم الزيت عشان بيطري الصدور بتاعه الدجاج. ومعايا هنا فصين حبهان، هفتحهم كويس كده من جوه عشان انزل الحبوب بتاعته من جوه. بس ما بضيفش حاجة اكتر من كده. وبعد كده هقلب الخليط ده. من الفص مش راضي يتفتح، بس بعد كده فتحته وضفته. وهقلب الخليط كويس جدا عشان كل التتبيله، يعني التتبيله التوابل تعمل في البصل كويس، عشان لما اجي اتبل كل الصدور الدجاج تبقى يعني مملحه زي بعض، ما يبقاش حته فيها ملح وحته لا. انا هنا كده معايا صدر فرخه، انا اللي شفيته كده وعملته بانيه كده. يعني بجيب الفرخه ببقى بشيل البانيه لوحده والاوراق لوحدها، والحوايج اللي هي الاجنحه والكبد بخليها برضو لوحدها. هنا حطيت اول واحده كده من الفراخ، ما بحطش تحتها بصل لان كل البصل اساسا يعني هيسرد ميته في اول طبقه. وبعد كده حطيتها وفوقيها بصل، وبعد كده طبقه البانيه التانية وفوقيها بصل، وهكذا لحد اخر طبقه من البانيه. حاجه بسيطه كده. وبحط معلقه بصل فوق كل شريحه من البانيه. دي اخر طبقه خلاص. وبعد كده هقفل عليها بقى العلبة بتاعت التلاجة دي، هقفل بالغطا وهسيبها يا اما تتبليه من بالليل لحد الصبح، يا اما تتبليه 4 او 6 ساعات. لو انتي مستعجلة قوي خليها ساعة، المهم ان انتي يعني تسيبيها شوية في التتبيلة عشان تاخد من طعمها. في ناس بتسيبها ساعة، بس انا بصراحة بحب ان انا اسيبها من بالليل لحد الصبح، او 6 ساعات يعني ما تقلش عن كده، لانها بتشرب من ميه البصل والتوابل بتبقى طعمها جميل جدا. هنا انا معايا بيضه كده وفكتها بشويه ميه وعملتها بالشوكه. ومعايا هنا الفيجيتار ده انا بحب اجيبه، بيبقى موجود عند العطارين اللي هو الكيس الكبير ده، بيبقى فيه التوابل بتاعته ومملح وكل حاجه، بيبقى جميل. فما بضيفش على البيض ملح ولا اي حاجه، ولا بضيف على الفيجيتار ملح ولا اي حاجه. دي الطريقه الاولانيه اللي هي الناس المستعجله، اللي هو بيض فيجيتار، حطي على طول في العلبه وهتسيبيه شويه في الفريزر. دي اول طريقة للناس المستعجلة. في ستات بيوت بتبقى طبعا وراها شغل واعمال، فما بتبقاش فاضية ان هي تقعد تجيب بقى من هنا لهنا لهنا وتحط حاجات كتير، فبتبقى عايزة تخلص وتعمل حاجة بسيطة كده ما تاخدش وقت منها. فهو البيض وتفكيه بشوية مية، ما تحطش عليه توابل ولا اي حاجة. والفيجيتار بيبقى جاي جاهز كده اللي هو الكيس الكبير ده، ومن البيض على الفيجيتار ويتحط في علبة ويتحط في الفريزر شوية عما نخلص الطريقة التانية. عموما بتسيبيه في الفريزر زي ربع ساعة كده قبل ما تحطيه في الزيت، يعني سواء ده او الطريقة التانية. الطريقة التانية بقى انا ضفت على البيضة كوباية لبن او تحطي علبة زبادي، وبعد كده بتضيفي دقيق. بتحطي الدقيق على قد بقى وتفضلي تزودي لحد ما تلاقيه عامل زي القوام بتاع الكيكة كده. بقلب كده هلاقيه لسه عايز برضو دقيق، هزود دقيق. وبعد ما زودت دقيق حسيت ان هو برضو تقل، فهفكه برضو بشوية لبن او بشوية مية.
وهنا بقى حطيت التوابل، ملح. هبدأ احط توابل ليه بقى؟ انا بحطش والبيض سادة لان مفيش دقيق، انا حطيت توابل بقى عشان ضفت دقيق، فالدقيق هيخلي البيض بارد، هيخلي الخليط بارد، فلازم احط توابل. حطيت بقى التوابل، ملح وفلفل وبهارات فراخ وبابريكا، وقلبت كده لحد ما معايا الخليط بقى عامل زي خليط الكيكة. وبعد كده هجيب بقى ال3 شرايح بانيه اللي معايا التانيين، وحطيت من الفيجيتار تاني اهو. شايفين الخليط قوامه عامل ازاي؟ بعد كده هنضف بقى البانيه من تتبيله البصل برضو كده زي ما كنت بعمل في الخلطه الاولانيه يعني. وبرضو من الخليط ده لازم اهم حاجه يكون تقيل عشان يمسك في الصدور بتاع الدجاج. وبعد كده احطه بقى في الفيجيتار واضغط عليه كويس كده عشان الفيجيتار يمسك في الخليط، في الدجاج يعني. اهو هعمل ال3 شرايح بقى، كل واحدة كده انزلها في الخليط، اطلعها على الفيجيتار، احطها في الطبق. وبعد ما اخلص ال3 شرايح اللي معايا برضو هحطها في الفريزر زي ربع ساعة. لازم ربع ساعة عشان الكفر يمسك في الخليط او في اللحم بتاع البانيه. ومعايا هنا بقى مقلاية كده وفيها زيت، الزيت يكون سخن بس تكوني مهدية النار، عشان طبعا صدور الدجاج تستوي من جوه لازم يكون النار هادية، بس الزيت يكون سخن في البداية. بعد كده بقى احطه كده، هفضل اقلب فيه زي ما حضرتك شايفة كده لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده اللي بنشوفه في المطاعم. بقلب على الناحيتين كده، هنا شوية وهنا شوية لحد ما ياخد اللون الذهبي، واقوم مطلعه القطعة بتاعة البانيه على مناديل مطبخ او على ورق مطبخ اللي انتي بتستخدميه. اهو حطيت بقى، بدأت احط من التانيين اللي هو الخليط التاني اللي هو كان فيه دقيق، وبرضو هفضل اقلب فيهم ياخد لون ذهبي كده، اقلب وبعد كده ارجع اقلبه تاني على اللون الذهبي اللي هو اخده ده عشان ياخد اللون الذهبي الثابت بقى. والنار تكون هادية ما تنسيش. هنا بقى اخر قطعتين معايا خلاص. شوفي بقى انت عايزاه تعمليه بأنهي طريقة، بالطريقة اللي هي البيض على طول والفيجيتار ما بياخدش وقت، يا اما الطريقة اللي هي بيض وزبادي او لبن وعليهم دقيق وتوابل. هنا طلعتهم خلاص وقدمتهم في الطبق ده، وحطيت شوية خس من فوق كده او كزبرة اللي عندك تزيني بيه يعني. والطعم طبعا رهيب وكمان مستوي. قدميه مع مكرونة او مع رز او مع محاشي، بالذات محشي الكوسة لانه بيبقى مشوي كده وطعمه جميل. وكده انا خلصت الوصفة بتاعتي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس واللايك عشان يوصلك كل جديد. شايفين بقى الجمال؟ بصراحة كان طعمه جميل جدا ومستوي، والتتبيلة عاملة له طعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.